الخبر الأخير في جولتنا لليلة هو حقيقة اللقاء والمصافحة التي تمت بين الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز على خلفية مؤتمر حوار الأديان اللي عقد مؤخرا في مقر مجلس الأمن في نيويورك، وهو الموضوع اللي أثار جدل كبير وخلى بعض نواب مجلس الشعب يطالبوا بمحاسبة شيخ الأزهر على هذا الموقف اللي اعتبروا ناس تانية أمر عادي ولا يمثل أي شيء. عن هذا اللقاء وما أثير حوله معنا على الهاتف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. فضيلة الإمام مساء الخير. طيب شيخ الأزهر فضيلة الإمام مساء الخير. الو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وكل عام وحضرتك بخير يا فضيلة الإمام. أنتم بالصحة والسلام. يعني عايز أعرف من سيادتك إيه ظروف هذه المصافحة التي تمت بينك وبين الرئيس الإسرائيلي؟ لا، لست على استعداد أن أتكلم في هذا الموضوع. هو يا فندم بس الحقيقة هي النقطة الوحيدة هذا أتفه من أن أتكلم فيه. يعني أنا بس اللي عايز أعرفه حاجة واحدة. هل لا ولا تعرفش. أنت رد على اللي بيقول، هتعرف ايه؟ انت عارف احنا كلنا بنحبك قد ايه. ايوه بس قول لي تعرف ايه؟ انا عايز اعرف. هو امبارح صحيفه واحد قابلني في السكه سلمت عليه بس كده. هذه كل المسألة. هل هو اللي جه لسيادتك ولا حضرتك اللي رحت له؟ لا احنا هو موجود في مكان وانا في نفس المكان وماشي كده. ايوه. وجاء فقابلني مد ايده سلمت عليه. يعني هو اللي بدأ بالسلام يا فضيلة الإمام. ايوه نعم. هل سيادتك كنت تعرف ان ده شيمون بيريز رئيس اسرائيل؟ ما اعرفش. ما تعرفش؟ ما ده انا سلمت على عدد، لكن الوجه ده يعني مش غريب عليا. وافرض اننا بنعرفه ده فيها ايه؟ انتوا ما تردوا. انتوا هتسألني هذا السؤال ده ليه؟ لان امبارح صحيفة انت ما ترد وتقول كده. ما انا برد عن سيادتك بانه انا اللي سلمت عليه. اتهدت فلسطين. الله، ده ما هو من دولة احنا معترفين بيها، ومن شهرين كان هنا وقاعد مع الرئيس وعمل. انتوا ما تردوا. بتسألني السؤال السخيف ده ليه؟ انت تقول كده. فضيلة الامام كما تعلم فضيلتك يا فضيلة الامام ان هو في حصار لغزة اسرائيل عاملاه ومنع الحجاج الفلسطينيين وما يروحوا يحجوا وقاطعين المياه والكهرباء. اسرائيل اللي منع الحجاج. بس اسرائيل هي اللي عامله الحصار. الله. طب وافرض عمل الحصار واحنا مالنا؟ امبارح صحيفة الكلام ده كلام سخيف. انتوا يجب اللي تردوا. ما احنا بنرد مش هتسألني. الله. واحد سلم على واحد. احنا عشان نرد يا فضيلة الامام لازم نعرف. اسمعني بس. اتفضل. واحد بيسلم على واحد. ايوه. دي فيها ايه؟ قول لي. لا هو واحد يهودي واحد مسيحي واحد ملحد في حفل عام وماشي سلم علي. هو اللي استفز الناس حاجة واحدة بس يا مولانا، ان صحيفة معاريف الاسرائيلية امبارح نشرت خبر بتقول فيه ان سيادتك رحت سلمت عليه، مش هو اللي جه سلم على حضرتك، وعشان كده احنا بنستوضح من سيادتك. طب وهو هم كدابين ولاد 60 كلب. ايه اللي رحت انا نسلم عليه؟ ازاي انا هنروح نسلم عليه؟ لا انا مدعو زي خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء قطر وامير الكويت والرئيس لبنان وماشي واللي هي الترابيزه اللي انا مدعو عليها. قاعد فيها خادم الحرمين وجنبي على يميني وزير الخارجية السعودية وعلى شمالي رئيس وزراء قطر وبعد منه اللي هو رئيس لبنان وجنبه او جنب خادم الحرمين امير الكويت. عادي جدا وداخل. طب ترد بيه على الانتقادات اللي واجهها البعض لهذا اللقاء؟ ده اتفه من ان ارد عليهم. اتفه من ان ارد عليهم. طب ما هو ردد عليهم اهو اللي هو الاستاذ طلعت السادات اهو. ما هو ردد عليهم. ما تكتفي بالرد بتاعه. طيب يعني يمكن ده خليني اسالك كيف تنظر الى الحصار اللي فرضاه اسرائيل على غزة في هذه الايام فضيلة؟ انا لا اعرف ان هناك حصار على غزة.
لا اعرف. الله، دي شغلتي انا كمان، ما تسأل وزير الخارجية. لا انا بتكلم على رأي فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر في هذا الحصار في هذه الايام المباركة. ايه وجرف ايه؟ الله، حصار ايه؟ انا الله. طب ما الحصار ده موجود من شهور. الله. طب ترد بيه على اللي بيقولوا ان شيخ الازهر يجب ان يعتذر عن هذه الصورة؟ ده انا هذا كلام، هذا الكلام اللي بيقول لك شيخ الازهر هذا احقر من ان ارد عليه. خلاص. فضيلة الامام كل سنة وحضرتك طيب، اهلا وسهلا، وعيد سعيد على سيادتك ان شاء الله، ومتشكرين جدا جدا. ونكتفي بهذا القدر من الاخبار ومتابعة الاحداث الليلة دي، وعيد سعيد عليكم وعلى الامة العربية والاسلامية، ونلتقي